السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالَ نفتح على السردين. أنا فتحت عليه بعد 9 أيام عشان أنا كنت مشغولة، لكن أنتِ ممكن تفتحي عليه بعد أسبوع هيكون استوى خالص. بُصّوا اتصدمت يا جماعة من شكله ومن ريحته الجميلة، وبجد وكمان من طعمه. بُصّوا الجمال، بطنه كانت مليانة سمين والّا لحمه أحمر جدًا يا جماعة. بُصّوا مش محتاجة تجيبي مقص ولا تجيبي سكينة، بتفتحي السردينية بإيديكِ. كل ما تجيبي سردينية طازة هتكون خطيرة جدًا. ونصيحة مني، هاتي سردين كبير شوية ما تجيبوش صغير. ليه؟ عشان تلاقي فيه لحم كده تاكلي منه. السردين الصغير حلو جدًا يعني ما فيش أي مشكلة، بس كل ما تجيبي السردينية كبيرة أكتر هتاخدي لحمة أحمر كده وأكتر. تعالوا ننضفوه ونرجعوا. هنا بقى بعد ما نضّفناه هننزل عليه بقى بشوية كده من الليمون وشوية من الزيت، ونحطّوه في علبة ونحطّوه في التلاجة. ده لو أنتِ عايزة تحتفظي بيه. عايزة بقى تاكلي منه، حطّي برضه شوية ليمون وشوية زيت، وانزلي عليه بقى بشوية فلفل حامي وشوية بصل. يا سيدي بجد خطير، بجد ما كانش مالح خالص، كان عادب، عادب، عادب يا جماعة بجد. وكل اللي داق منه يعني عجبه جدًا، وما كانش مصدّق اللي أنتم عاملينه في البيت. أنتِ حاجة بقى ضامناها كده، جايبة حاجة طازة وأنتِ اللي عاملاها بإيديكِ، وأنضف وأحسن من برّه طبعًا. وما تشتريش الحاجات دي كلّها من برّه. الحاجات دي سهلة تعمليها في البيت، مش هتاخد منِّك ولا وقت ولا مجهود، وحاجة أنضف وحاجة أحلى. إيه رأيكم في الجمال؟ يا رب الوصفة تعجبكم.